الزوار في الجزائر العاصمة تعيش بين الجزائر وكان نيلسون مانديلا في بلدية براقي في قلب الجزائر العاصمة. عروض الأضواء زائد عروض أخرى باستخدام الألعاب النارية تعلن عن اختتام بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين التي ستختتم الليلة بمباراة نهائية بين الجزائر والسنغال. غنى قبلها المطرب النيجيري سكاي، وغنى قبلهما أيضا المطرب الأول الجيرينو، فنان الجزائري بنواديها ومنتخباتها وبرياضييها الذين كانت الجزائر ولا تزال بالنسبة إليهم قبلتهم منذ استقلال الجزائر، حتى قبل استقلال الجزائر عندما جاء مانديلا زائرا التقى بثوار الجزائر سنة 61 قبل استقلال الجزائر، والتقاهم أيضا بعد تحريره وبعد خروجه من السجن في سنة 1990. فكانت الجزائر قبلته الأولى وأول بلد زاره بعد خروجه من السجن الذي قضى فيه أكثر من 3 عقود. هذا هو ملعب نيلسون مانديلا وملعب براقي الذي سيبقى شاهدا على نشأة وإنجاز كبير جدا الرياضة الجزائرية، يضاف إلى مرافق أخرى كثيرة بدأناها سنة 72 بالتدشين المركب الأولمبي 5 جويلية في سنة 72 10 سنوات بعد الاستقلال، مركب لم تكن وفرنسا، حتى نبقى فقط نتحدث عن ما يواجه المتوسط. كان إنجازا كبيرا جدا سيعد تهيئته في الأشهر القليلة الماضية ليتحول إلى مركب أولمبي يضم 80,000 متفرج بالإضافة إلى قاعات ومسابح ومركبات مرافقة أيضا.